أحرارنا المحررين، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير في عيد ليس كباقي الأعياد، إنه عيد له معنى خاص، عيد أدخل الفرحة ل1027 عائلة، بل أدخل الفرحة لجميع شعبنا في كافة أماكن تواجده. إنه عيد ليس كباقي الأعياد، نحتفل به وإياكم في ربوع القدس على ثرى الوطن في سماء الحرية. اسمحوا لي أن أوجه باسمكم كل التحية للسواعد المقاتلة التي قدمت دمها من أجل إنجاز هذا النصر العظيم الذي جعلنا وإياكم نحتفل في هذه الأيام. كما نوجه التحية لشهداء شعبنا البطل الذين سقطوا في ساحات النضال، ولجميع أسرانا الأحرار الذين لا يزالون يقبعون في باستيلات العصر 21. إخواني المحررين الأهل الكرام، لقد مكث جلعاد شليط حوالي 5 سنوات في الأسر، لكن الاحتلال جعل من قضيته قضية كل بيت في إسرائيل، وصوره وكأنه الضحية ونحن المجرمون، في حين مكث أسرانا ما يزيد عن 30 عاما في سجون الاحتلال، بل في ظروف لا تقارن مع الظروف التي عاشها شليط في أسره. ونحن نعجز للأسف عن رفع موضوع أسرانا وقضيتهم إلى المستوى اللائق، إلى المستوى الذي يليق بهم وبنضالهم. عجزنا عن جعلها قضية الشعب، قضية كل بيت فلسطيني. بالأمس القريب تجندت السلطة الوطنية وكل فئات شعبنا من أجل استحقاق الدولة الفلسطينية، وهذا شيء مهم جدا وضروري جدا أن نحصل على اعتراف العالم بدولتنا. ولكن وبنفس القدر مهم جدا أن نهتم بأسرانا وبقضاياهم وبالنضال من أجل الإفراج عنهم. لذلك يجب أن يتلو استحقاق الأسرى استحقاق الدولة، يجب أن نرتقي بنضالنا من أجل تحرير أسرانا إلى مستوى نضالنا من أجل الاعتراف بدولتنا. يجب أن يتجند الجميع، وفي المقدمة منهم السلطة الفلسطينية ومعها جميع أبناء شعبنا، من أجل تثبيت نهج عند شعبنا يدعى استحقاق الأسرى، وأن يستمر هذا النضال حتى تحرير جميع الأسرى والإفراج عنهم. وإلى حين ذلك يجب على جميع القوى الوطنية والإسلامية وجميع أبناء شعبنا أن تبقى على العهد، وفية لأبنائها في السجون، تعمل كل ما بوسعها من أجل رفع قضيتهم والنهوض بها حتى التحرير عنهم. وحتى ذلك نتمنى التوفيق لأسرانا المحررين بحياتهم الجديدة والإفراج العاجل لمن بقي في السجون. والسلام.
جميعا لكم وفرقة الأصايل التركي الشعبية، الله يحييكم يا روح. بطلوا يا زاري بطل، فرقة الأصايل تدبق على الأصول. هلا بالأصايل يا هلا يا زاري بطلوا يا زاري بطل، فرقة أصايل تدبق على الأصول. عصوت الجلاد وعصوت اليرغول، فرقة أصايل باسم بلادنا يا حيهم الأصايل يا أصيل. ماذا على هذه الكلمة المؤثرة، ونتمنى أن نحتفل قريبا بعودة جميع الأسرى المبعدين إلى أرض القدس، لأنهم أملنا بمستقبل مشرق، ولأن العلم سلاح المرحلة. أبى أطفال القدس إلا أن يشاركونا مهرجاننا هذا ليؤكدوا للقاسي والداني أن الشعلة ستبقى مضاءة، وأن هناك من يستطيع إكمال الدرب حتى الاستقلال والقدس والعودة. قصيدة فلسطين ممنوع تعيش يلقيها الطفل زين الدين محمد عبيد، فليتفضل. اسمك محفور بقلبي يا ابن الزيتون، يا شهيد الأقصى لعيونك الروح تهون. اسمك محفور بقلبي يا ابن الزيتون، يا شهيد الأقصى لعيونك الروح تهون. يا فلسطيني يا نشمي على ايدك تحيا البسمي، يا فلسطيني يا نشمي على ايدك تحيا
فلسطيني ممنوع تعيش، قالوا لك اسكت ما تحكيش، انت انخلقت للتلطيش، للحواجز للمعابر للتفتيش، كتبوا عجبينك ينداس من الضابط للشاويش. فلسطيني قالوا لك ممنوع تعيش، فلسطيني ممنوع تثور ومش مسموح تكون مقهور، اياك تطالب بحقك اوعك بيوم تشوف النور. ممنوع تجدد هوية، ممنوع تجدد بسبورت، فلسطيني وبدك تتعلم هاي الشغلة ضد الدستور. فلسطيني لازم تتألم من دون ما يشوفك دكتور. فلسطيني ممنوع تتظلم ولا يطلع بجناحك ريش. فلسطيني ممنوع تعيش، فلسطيني بكل المطارات اسمك بالأحمر مكتوب وعلى شباك مصلحة الجوازات كتبوا عجبينك مطلوب. لازم تتوقف ساعات مذنب أو من دون ذنوب ويتوجه إلك اتهامات إنك سبب كل الحروب، وكأنه بسببك الحق مات والعدل بأرضك مسلوب، وكأنك سبب النكسات وكل أزمات الشعوب، وكأنه بسببك مجرم فات على جنين بلحظة الغروب وذبح صبيان وبنات وعجوز على أمرها مغلوب. مع أنه الحقيقة أنا اللي في الدنيا ضحية، عملتوني مادة للغنى وقضية للي ما عنده قضية. أنا اللي راسي منحنى بوجه الريح القوية، أنا اللي شعبي صمد بالضفة وبالراشدية، أنا اللي شعبي انتفض وبحجر حارب دورية. واليوم وبكرة للأبد عنا كلمة واحدة هي بدنا نعيش بحرية.